تريد أن تتعلم كرة القدم اذهب إلى المغرب. هدول فخر العرب. وإيش بنقول له؟ إيش بدنا نقول له؟ كريستيانو وينه؟ كسرنا عينه. كريستيانو وينه؟ كسرنا عينه. والمغرب ورجال الأصل قدام أحمر وهنئ الشعب المغربي بفوز المنتخب المغربي بفوزه ضد البرتغال. نحن الشعب الفلسطيني وخصوصا غزة نبارك هذا الفوز العظيم وانتصار لكل العرب. ألف ألف مبروك للمغرب، هذا فخر للعرب كلهم. احنا كشعب فلسطيني اليوم بنقف كلنا خلف المغرب نقول انه انتصاركم انتصارنا وفوزكم فوزنا. انتم اليوم رفعتم رأس كل العرب اليوم بهذه النتائج المبهرة على اسبانيا وعلى البرتغال، وان شاء الله في المرحلة القادمة تصلوا الى النهائي باذن الله تبارك وتعالى. المستحيل ليس مغربي، وسفيان الدين مرابط على الامة العربية كلها. المستحيل ليس مغربي، وحنحتفل في كأس العالم في العاصمة الرباط. وبشكر الملك محمد السادس. صراحة اليوم كان العدد الموجود في سالة سعد صايل فوق الخرافي. العدد لم نكن متوقع أن يصل على العدد إلى 5 أو 7000 مشاهد للمباراة. المباراة اليوم كانت فيها حماس عالي جدا. الجماهير كانت تهتف لأسود الأطلس. المنتخب المغربي الشقيق اليوم حقق المعجزة، حقق المستحيل. يعيش المغرب، تحيا المغرب العربية الحرة. نحن هنا في فلسطين في أرض غزة هاشم، كنا قلبا وقالبا مع المنتخب المغربي، نشجعه بكل قوة ونتمنى له أن يصل إلى المباراة النهائية وأن يتوج لأول مرة في التاريخ منتخب عربي نعشقه ونحبه. ومن كل صدورنا نقول يحيى المغرب، يحيى المغرب، يحيى المغرب. نبارك للشعب العربي من هنا من غزة بهذا الفوز المشرف، ونقول لهم تحية لكم من مدينة غزة. هذا يوم عظيم، يوم انتصار للمغرب ويوم انتصار للشعب الفلسطيني. انت شفت عشرات الالاف من الشعب الفلسطيني متضامنه من المغرب، مش متضامنه بس هذا انه الفريق اللي بيلعب فريق فلسطيني بحت، مغربي فلسطيني. احنا نشجع الفريق المغربي لان اخوه، واحنا دمنا دم واحد ودم عربي واحد وشعوب واحده، والشعوب العربيه شعوب واحده.